لمحبي الروز، كاع اللي تبغي الروز تجي تشوف هاد الوصفة. اليوم سافرت بكم للهند وجبت لكم وصفة البرياني الهندي بالدجاج. يجي روعة، شوفوا معسل ما شاء الله. ينشوفوا وصفتنا كيف كيف. اولا صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. شوفوا هنايا نجيبوا الدجاج تاعنا. انا الدجاج بعد ما غسلته ونقيته بيا، غادي ندير له؟ غادي نجيب له هذا البو تاع الياغورت، راه فيه غير النص. الا تعقلوا في الفيديو السابق درت لكم تشيز النان واستعملت نص البو، والنص اللي بقى درته هنا في لامارينات تاع الدجاج، باسكو هاد لا غوسيت درتهم في رحبه. غير شايله حتى اليوم درت لها المونتاج وحطيتها لكم. بون كما كنتو تشوفوا درت لها نص نص بو تاع ياغورت ناتور، باسكو داك البو كبير. لي زيبيس اللي هما سكنجبير، الكركم، فلفله حمراء، الحرور، القزبر مطحون، والملح. وهما هنايا شي يديروا في هذه الوصفه هذا يقولوا له البرياني يعني الهندي. هما شي يديروا الكرام مسالا، واحد التابل اسمه كرام مسالا. انا عندي صراحه مي ما غاديش نديره زعما باش تشوفوا الوصفه كيفاش تجينا شابه بلا بيه. وهنايا هاد لي زيبيس نزيدوا لهم شويه تاع الزيت هكا باش نقدروا نمشوهم. غادي نوري لكم التابل تاع كرام مسالا، انا جابوه لي من الهند. شوفوا شي يجي فيه القرفه، الهيل، القرنفل، زريعه البسباس، النجمه تاع الارض، عليها تسمى يجي تابل مخلط. هما يستعملوه فوق هاد لي زيبيس، ويزيدوا ميم يديروا هذاك الجينجومبر هذاك الفري. أنا تاني كان عندي مي ما درتهاش زعما درت غير هذاك الزنجبيل هذاك البودرة باش نوري لكم لا غوسيت باللي بالمقادير اللي عندنا وتخرج لنا شابة. نجي هنايا نخلط كاع هذاك الدجاج اللي عندي، نخلطه بيان، نخلط هذوك لي زيبيس كيما راكم تشوفوا، حتى كي شغل نشوفوا هذاك الدجاج تشرب لنا غاي ديك التتبيله. وشوفوا هنايا واحد الريحه البنات ما نقولكمش. ديجا كيما نقولوا الصوره راهي تعبر. غير تشوفوا هذيك التتبيله لا كولور تاعها كي دايره تعطيكم الخبر، يجي بزاف شباب. كيما قلت لكم هنا ندلكه بيان وندخل فيه هذوك لي زيبيس، ها ولا ونخليه على جانب. ونجو هنايا نكملوا وصفتنا. فوق النار غادي ندير؟ غادي نجيب المقله نحميها بيان، نخلوها لازم تحمى غايه، نديروا لها شويه تاع الزيت. ونجو هنايا نديروا لها البصل اللي كنا قطعناه هكا شرائح طويله، ولازم نخلوه يتحمر بيان. شوفوا انا هنايا البصله كيفاش قطعتها شرائح، هذيك تعرفوا تقطعوها. ونخلوهم يتقلاو على نار تكون فوق المتوسط شويه، يعني باش يتقلانا بسرعه او ميم طون يولي لنا اللون تاعه ذهبي. هذه هي النتيجه اللي نحوسوا عليها باش تعطينا حلاوه في البلاط تاعنا او في الروز تاعنا. وهنايا شوفوا لي بعد ما تقلى ودي لي هذاك اللون الذهبي، شوفوا لا كولور تاعها كي ولات شابه. شنجي ندير هنا مباشره؟ نجي ندير عليه هذاك الدجاج اللي كنا متبلينه ومخلينه يريح. يعني انا صراحه ما خليتهاش بزاف 10 دقائق ودرته مباشره. نجو نخلوه يتقلى، وبلا ما ننسو هذوك التوابل اللي يقعدونا في الغيسيبيون. من بعد نشلوهم ونزيدوهم في لاصوص تاعنا، يعني حتى حاجه ما تضيع. نخلو هذا الدجاج تاعنا يتقلى حتى يدينا هذيك لا كولور دوغي شويه. وهنايا نديروا له التوابل؟ نديروا له الرند، الحرور حب، القرنفل، والهيل. نديروا القرفه تاع العود كيما راكم تشوفوا، يعني التوابل كاع تاع الحب ولا نقدروا نقولوا التوابل الصحيحه. المهم نجو هنايا نحركوا هكا شويه، نخلوها تتشرب لنا هذيك النكهه الشابه. هنايا نغطوا على الدجاج تاعنا، كي نشوفوه تقلى نحركوه تاني على الجهه الثانيه حتى يدي هذيك لا كولور الدوغي الشابه اللي قلت لكم عليها. شوفوا لي هنايا وقبل هنايا كنت نسيت، هنا مباشره بعد ما نديروا هذاك الدجاج يتقلى نديروا معاه الثوم. هنايا انا غادي ندير 2 حبات كبار تاع الثوم. انا كاع في هذه الكميه غادي ندير كاس تاع الروز. وهنايا قلت لكم تما الكميه انا لاني دايرتها قليله، نديروا لها 2 حبات تاع الثوم. ومن بعد نخلوه يتقلى بيان، نغطوا عليه ونخلوه يتقلى لنا واحد شويه. وهنايا اش نديروا؟ بعد ما تقلى شويه نجو نديروا لا طوماط. شوفوا نتوما ديروا الطوماطيس هذيك المرحيه عادي. انا عندي هنايا هاد الطوماطيس تجي واجده هكا مرحيه، يعني تساعدني سيرتو كي ما تكونش عندي تاع الحبه تكون كملت لي، هذه تساعدني نديرها. هي غير كيما تاع الحبه تربوها وصاي. تما درنا هذيك الطوماطيس قليناها شويه مع هذاك الدجاج، ومن بعد هنا نجو مباشره غادي نمرقوا. شوفوا لو كانت تشموا هذيك الريحه اللي راني نشم فيها، يا ريت لو كان هكا نقدر يعني نوصل لكم الريحه.
ما شاء الله. شوفوا هذا الروز غادي تجربوه غادي يولي لكم ادمان. شوفوا هنايا زدت شويه تاع الملح. هاد الملح علاش؟ للاصوص باسكو غادي نديروا الروز يطيبوا كاع باش ما تجيناش صامطه. وهنايا شوفوا بعد ما تقلى لي كل شيء نجي نمرق هذاك الدجاج قيس ما يطيب. وهنايا على حساب الروز كما نعرفوا دائما كاس تاع روز يقاب له 2 كيسان تاع الماء. وهنايا تزيدوا ديروا حسابكم تزيدوا كاس تاع الماء على قيس ما يطيب لكم هذاك الدجاج. مي انا دوك تشوفوا من بعد تاني الروز كي ندير عيني هي ميزاني راني متعوده عليه يعني نعرف له. مي دائما قلت لكم كاس تاع ماء مع 2 كيسان عفوا كاس تاع روز يقابلها 2 كيسان تاع الماء وال وتزيدوا كاس للدجاج باش يطيب. شوفوا هنايا هذيك لا ماريناد اللي بقات. شوفوا رديتها فيها هذيك لاصوص باش كاع هذيك البنه تبقى لنا وما نضيعوا حتى حاجه. هنايا بعد ما طابتي هذيك لاصوص هنا شديروا تقدروا هذاك الدجاج تقلعوه وتخلوه على جهه وديروا الروز يطيب وحده في لاصوص. مي انا اش غادي ندير؟ انا الدجاج باقي له واحد 10 مينوت ويطيب. انا غادي ندير الروز يطيب معاه. شوفوا انا هاد النوعيه اللي استعملتها بسماتي. دوك نوري لكم الساشي اللي نشريه انايا. يجي شباب وما يتعجن ما والو ويجي هكا كما كنتو تشوفوه ما يجي لا مهرس لا والو. تجي النوعيه تاعها شباب بالبزاف. نغسلوه بيان سور 3 خطرات حتى 4 خطرات حتى يولي لا كولور تاعه شفافه. يعني ماشي اوبليجي نخلوه في الماء نص ساعه ولا لا، غير نغسلوه فقط. شوفوا انا هنا شندير كيفاش نعبر الروز تاعي. اللي ما تعرفش ولا تخاف تقول لك بالك كي طاب لي الدجاج العبر نقص لي تاع الموقع، شديري كي تقيسي الروز تاعك في هذيك لاصوص. شوفي قيس ما تغطي الروز فقط كي تشوفيه تغطى بهذيك لاصوص سي بون. هنا تعرفي الروز تاعك غادي يجيك طايب سوا وعلى حبه ولاصوص تاعك تجي نيشان. شوفوا كيما وريت لكم. نش ندير هنايا نزيد له للنار كي يبدا يغلي. كي نشوفه غلالي كاع هذيك لاصوص بدات تغلي نقص للنار ونخليه يطيب على نار متوسطه. مي ما تغفلوش عليه لانه بالخف يطيب كما تعرفوا 10 دقائق يكون طاب. شوفوا هنا بعد ما غلالي غادي نقص له كاع النار ونخليه يطيب. قلت لكم حوالي 10 دقائق ما تغفلوش عليه بالخف يطيب. وتاني نصيحه باش الروز ما يتعجل لكمش كي تشوفوه بدا يدخل على الطياب ذوقوه. كي تلقوه باللي راه طري مي او ميم طون شويه مازال حاكم روحه طفوا عليه ما تخلوش حتى كيما نقولوا تلقوه طايب لكم 100% حتى يتعجن لا. كي تشوفوه طاب وخاصه واحد 10% هكا تعطيه بك شغل. كي تتلمسوه تلقوه هكا كيما نقولوا طري مي او ميم طون خاصه واحد شويه حوالي 5 دقائق ولا طفوا عليه وخلوه يكمل في لافابور تاعه هكا يجيكم على حبه ويجيكم روعه. شوفوا لي هنايا الروز تاعي بعد ما طاب شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله. انا هنايا جا معسل مع هذيك لاصوص اللي درناها. يعني هنايا ما راه لا معجن لا والو راه طايب راه على حبه راه مزربع راه الشباب ما شاء الله. ويجي معسل يجي بزاف بزاف بنين يا البنات ما نعيا نشكر لكم فيه ماشي كيما تجربوه والله غير يجي روعه في البنه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم سهلتها لكم. هذا قلت لكم المندي عفوا البرياني الهندي. هذه هي الوصفه تاعه يعني بسطتها لكم يجي روعه. شوفوا هنا غادي نوريكم الروز كيفاش راه هذيك لاصوص تاعه اللي راهي معسله مع هذيك البصله. مي شوفوا لي الروز كيفاش راه طايب ما راه لا معجن لا والو والله غير يجي روعه. وهنايا اش غادي ندير مباشره غادي نوري لكم الباكي اللي شريته تاع الروز. وهنا شوفوا لي الروز انا اللي نستعمله. انا نشري هذا النوعيه غيلون باسماتي. هذا نشريه 14 يورو فيه 5 كيلو. انا نشريه بالنسبه للناس اللي راهم هنا في فرنسا نشريه من اش ماركت. وتاني نورمالمون تلقوه في محلات العربيه. وكاين هذاك الروز تاني الاصفر وهذاك الروز مفور. مي صراحه في ماكلته يجي ثقيل ماشي كيما البسماتي. انا نهضر على النوعيه تاع البسماتي هذه افضل نوعيه وعن تجربه لاني جربت انواع بالبزاف. مي هذا طوب دي طوب. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ما تنسونيش كيما العاده بجيم ولايك وبارطاج واشتركوا في القناه هكا باش يوصلكم كل ما هو جديد. وشكرا على المتابعه ومع السلامه.